هستخدم الخيط ده. بصوا الخيط ده حلو قوي، ده خيط مصري بس قطن، سمكه 2 مللي. حلو جدا في الشنط دي يا جماعه. يعني عايزه تعملي شنطه زي دي يبقى تعملي بالخيط ده، لان الخيط ده حلو قوي قوي قوي. الشنطه دي بالذات بتبقى محتاجه كمان خيط رفيع علشان تطلع بشكل حلو زي ما انتوا شفتوا كده. وان شاء الله هقول لكم بقى الطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه الشنطه دي يعني هي عباره عن ايه، هقول لكم بس في المجمل كده عشان نبقى فاهمين احنا بنشتغل ايه. الشنطه دي في المجمل ان هي بتبقى عباره عن مستطيل بعرض وطول معين، وبعد كده بنجمعهم مع بعض. طب المستطيل ده بقى هعمله ازاي، او ايه هو طوله او ايه هو عرضه؟ انا لو هستخدم خيط 2 مللي فانا هبدأ اعمل اول مستطيل معايا. هبدأ اعمل عقدة البداية في الاول، تمام. وبعد كده هرتفع 25 سلسلة. هبدأ ب25 سلسلة، وهقول لكم كمان عرضها هيبقى كام بالظبط بالمزورة، علشان لو انتي بتستخدمي خيط ارفع او خيط اتخن تقدري ان انتي تبقي عارفة العرض بتاعها قد ايه. انا هرتفع 25 سلسلة. هنا اهو عملت 25 سلسلة. تعالوا نشوف ال25 سلسلة مقاسهم قد ايه. مقاسهم هيبقى 17 سنتي، يعني 17 سنتي، تمام. هبدأ بقى اشتغل ال25 سلسلة دي غرز حشو رايح جاي. طيب انا هنا اهو بصوا هرتفع بس سلسلة ارتفاع اللي هي 26، وبعد كده هبدأ اشتغل غرز حشو عادية جدا، غرز حشو رايح جاي، تمام. يبقى كل اللي انا هشتغله في القطعة دي غرز حشو في السلاسل بتاعتي رايح جاي رايح جاي لحد ما اكون المستطيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا اهو انا خلصت اول سطر غرز حشو. هبدأ بقى اشتغل ارتفع سلسلة والف الشغل كده، وهبدأ اشتغل في اول غرزة دي هتقابلني غرز حشو، ويبقى كده انا رايحة جاية غرز حشو بالشكل ده كده، تمام. هفضل بقى ارتفع مجموعة من السطور، هقول لكم برضو كام سطر، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في القطعة. انا هرتفع علشان وقت الفيديو ورا الكاميرا، هرتفع مجموعة من السطور وارجع لكم مرة تانية عشان نشوف هنعملها ازاي. هنا اهو بصوا ارتفعت بقى مجموعة من السطور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. تعالوا نشوف طولها قد ايه وعملت كام سطر. لو هنقيس من هنا كده مثلا فهي طولها هيبقى يعني حوالي بصوا 42 سنتي لحد هنا. طيب عامله كام سطر
لو هنحسب مثلا السطور اللي هي هنبدأ مثلا من اللي هي الغرز دي. تمام، هبدأ من اول السطر ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. تمام كده 34 سطر لو انا عداهم بالغرز دي. تمام، وقلنا طولها كام؟ قلنا طولها 42 سنتي. طيب انا هعمل ايه بعد كده؟ عايزه اعمل الايد بتاعه الشنطه، هعملها من نفس المستطيل ده. طب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا خلاص اهو وصلت كده للسطر ال34. نعدل بس الخيط معانا. تمام، هبدأ ارتفع، يعني خلاص انا وصلت اهو، هبدأ ارتفع 60 سلسلة. حابة تطولي الايد الشنطة ما تخليهاش قصيرة قوي، ممكن تطولي عدد السلاسل. فانا هعمل بس 60 سلسلة، وكمان هقول لكم طولها كام. هكمل انا 60 سلسلة علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا وارجع لكم تاني. هنا اهو انا عملت 60 سلسلة. تعالوا بقى نشتغل ال60 سلسلة دول غرز حشو. يبقى كل اللي انا عملته، عملت 60 سلسلة وبعد كده هرجع تاني اشتغلهم غرز حشو. تمام بالشكل ده. هكمل بقى انا عشان وقت الفيديو برضو، هكمل كل السلاسل دي لحد ما ارجع هنا غرز حشو، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا اهو اشتغلت كل الغرز ال60 سلسلة غرز حشو. هاجي بقى عند هنا خلاص وصلت اهو، هكمل برضو السطر ده غرز حشو لحد ما اوصل للاخر. تمام، يبقى انا برضو هكمل السطر ده كله لحد ما اوصل للاخر مع الايد دي. فكل اللي انا هعمله هعمل ايه برضو، هكمل غرز حشو عادية جدا بالشكل ده كده. تمام بالشكل ده، هكمل لحد اخر السطر. بصوا اهو شكلها بقى كده، هكمل لحد اخر السطر برجع لكم تاني. هنا اهو وصلت لاخر السطر. هبدأ برضو هعمل ايه، هرتفع سلسلة والف الشغل واعمل غرز حشو برضو الصف ده كله بجانب الايد برضو لحد اخر الايد. يبقى كل اللي انا بعمله دلوقتي بعمل غرز حشو وباخد معاها كمان الايد غرز حشو. هعمل بقى غرز حشو الصف ده وارجع لكم تشوفوا الشكل عامل ايه. هنا اهو خلصت لحد اخر السطر زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ارجع تاني، هلف ارتفع سلسلة من هنا والف الشغل وابدأ اشتغل تاني غرز حشو لحد اخر الصف. تمام بالشكل ده، هكمل لحد اخر الصف، لحد اخر الصف هنا. تمام، وارجع لكم مره تانية علشان وقت الفيديو مش بحبه يطول معاكم، بس بوريكم الفكره عامله ازاي. هنا وصلت اهو لاخر السطر، هرجع بقى تاني ويبقى ده اخر سطر معايا. تمام، يبقى هرتفع سلسله والف الشغل بالشكل ده، وهشتغل الصف ده كله كده لحد هنا للاخر، ويبقى ده اخر سطر معايا. ويبقى كده انا خلصت اول قطعه معايا. ونشوف بعد كده طولها قد ايه وعرضها قد ايه، وكمان نشوف الايد قد ايه. هنا بصوا قبل ما اقطع هنا الخيط، خلاص انا خلصت اخر سطر. اسيب بس شويه لان انا هخيط بتاع مثلا نص متر كده، هقصه ان انا هخيط بعد كده الايد دي في القطعه التانية زي ما هتشوفوا دلوقتي. طيب تعالوا نشوف طول الايد قد ايه بعد لما عملناها. طول الايد معانا يعني 41 سنتي او 40 سنتي، لو هقيسها كويس يبقى 41 سنتي. تمام،
وهي كمان ممكن نمطها كده. هنعمل ايه بعد كده؟ خلاص انا خلصت القطعه دي. تعالوا نشوف عرضها كام. عرضها 17 او 17 ونص، تمام، سنتي. نعمل ايه بعد كده؟ هنعمل قطعه نفس القطعه دي طبق الاصل من القطعه دي بالظبط، تمام. يبقى هنعمل قطعه نفس الشكل ونفس العدد ونفس الطول كل حاجه هي بالظبط طبق الاصل منها. هنا اهو انا عامله قطعه تانية طبق الاصل ونفس الغرز ونفس الاطوال ونفس كل حاجه، تمام. بنعمل قطعتين من دول، قطعتين من نفس الشكل ده، وبنعمل قطعه تانية او قطعتين التانيين من غير الايد. يعني بتعملي نفس القطعه بنفس طولها بس من غير الايد. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نقيس كده اللي هي القطعه اللي فيها الايد مع القطعه اللي هي من غير ايد، هنلاقيها من اول هنا كده، من اول الايد كده لحد كده هنلاقيها نفس الطول. يبقى انا بعمل قطعتين بايد بنفس الشكل ده بنفس الغرزه اللي احنا عملناها، وقطعتين عاديتين جدا من غير ايد برتفع السطور لحد ما اوصل لنفس العدد او نفس المقاس بتاع القطعه التانية. يبقى احنا بنعمل 4 قطع مقاس واحد، نفس الغرز نفس الاطوال نفس العرض، ومنهم قطعتين بيبقى فيهم الايد دي، تمام. تعالوا بقى نشوف هنشبكهم ازاي مع بعض. بصوا بقى هنعملهم ازاي. هنعملهم بنفس الطريقه دي عشان نشبكهم ببعض. اهم حاجه الطريقه دي. ايه بقى التركايه؟ ان هي يبقى البدايات موجوده. يعني مثلا بصوا انا بدايه القطعه دي من هنا برضو نفس البدايه ونفس البدايه هنا ونفس البدايه هنا، تمام اهي. وابدا بقى اشبك بغرز منزلقه. طيب هشبك اول 2 دول مع بعض، هشبك اول 2 دول مع بعض بالشكل ده، وبعد كده يعني نبقى حافظين الشكل ده هو الشكل ده كده اللي هنثبت عليه. نحط قطع بنفس الشكل ده كده عشان هنقفلها. هنقفل دي تعتبر القاعده. هنشتغل بعد كده نشوف هنعمل ايه. هنبدأ بعد كده ان احنا نثبت الشغل او نشبك الشغل ازاي بطريقة معينة هقولكوا عليها دلوقتي، بس علشان بنوتي بقى دخلت في الفيديو هتشوفوها دلوقتي معايا لايف. بس طلع في الفيديو والله